في يوم عادي جدا ناس كتير صحيت، لبست، نزلت شغلها عادي جدا، وفي ناس كتير كانت مسافرة رحلة عادية جدا جدا. محدش فيهم كان متخيل إن الرحلة دي مش هتوصل أبدا، مش هتتأخر، مش هتعطل، مش هتختفي. بس اللي حصل إن هي اختفت اختفاء كامل، كأنها عمرها ما كانت موجودة. 239 شخص بكل ذكرياتهم، بكل حياتهم، بكل أحلامهم اختفوا في لحظة. أنا المخبر السري، والنهاردة هنحكي واحدة من أغرب وأخطر الألغاز في تاريخ الطيران. يوم 8 مارس 2014 طيارة تابعة لشركة ماليزيا إيرلاينز كانت مستعدة للإقلاع من كوالالمبور إلى بكين. الرحلة كان رقمها MH370. على متنها كان في 227 راكب و12 من الطاقم، ناس عادية جدا، مهندسين وعائلات وأطفال، منهم اللي كان رايح شغله ومنهم اللي كان رايح يزور أهله. كأنك واحد منهم وراكب الطيارة زيهم بالظبط. الطيار كان اسمه زهاري أحمد شاه، وده واحد من أكتر الطيارين خبرة. سجل الطيران بتاعه كان ممتاز جدا ومفيش أي مشكلة عليه، وكل حاجة كانت بيرفكت. بس اللي حصل الساعة 12:41 دقيقة بالظبط بعد منتصف الليل الطيارة أقلعت والرحلة بدأت. بعد حوالي 40 دقيقة الطيارة كانت قربت تخرج من المجال الجوي الماليزي، وده وقت طبيعي جدا وبيتم فيه تسليم التواصل لدولة تانية. وآخر جملة الكابتن قالها تصبحوا على خير. وفي الحقيقة دي جملة عادية جدا، ولكن دي كانت آخر جملة الركاب يسمعوها. وبعدها بلحظات اختفى كل شيء. الرادار المدني فجأة فقد الطيارة كأنها اتبخرت، أو الأجهزة بتاعتها بتاعت الرادار اتقفلت. لكن المفاجأة إن الرادار العسكري كان شايف حاجة تانية خالص. فجأة الطيارة غيرت اتجاهها ولفت ورجعت عكس المسار، وبدأت تطير فوق ماليزيا مرة تانية من غير أي إذن أو أي إنداء من الكابتن. والحركة دي مستحيل تحصل بالصدفة، وده معناه حاجة واحدة بس، إن في حد كان بيتحكم في الطيارة. بعد ما الطيارة غيرت مسارها اختفت من كل الرادارات، لكن الأقمار الصناعية رصدت إشارة ضعيفة جدا منها، والإشارات دي قالت حاجة مرعبة جدا، إن الطيارة كملت طيران لساعات كتيرة جدا في اتجاه واحد بس. اتجاهها كان للمحيط الهندي، وده مكان واسع جدا مفيش فيه حاجة خالص غير المية. يعني ببساطة الطيارة كانت بتطير لحد ما الوقود اللي فيها يخلص، وفعلا ده اللي حصل، وسقطت في مكان محدش عارفه. ومن هنا بدأت أكبر عملية بحث في تاريخ الطيران. دول كتير شاركت فيه، طيارات وسفن وأقمار صناعية، دوروا في آلاف الكيلومترات، لكن مفيش حاجة، ولا حطام ولا جثث ولا أي دليل واضح يقدر يوصلهم بأي حاجة. الغريب بقى إن بعد شهور طويلة لقوا جزء صغير جدا من جناح الطيارة على شاطئ بعيد جدا، ولكن الغريب إن هم لقوا قطعة واحدة بس من طيارة ضخمة جدا اختفت بالكامل. طبعا كل الشك راح للكابتن زهاري احمد شاه، وقال ان هو ممكن يكون عنده دافع شخصيه وممكن تعمد ان هو يختفي بالطياره، ولكن مفيش دليل واضح او اي ادانه ممكن تدينه، وما كانش في اي رساله او سبب واضح يخليه يعمل كده. السؤال بقى، تفتكر ان في حد حاول يسيطر على الطياره؟ الغريب بقى ان مفيش حد طلب فديه، وما كانش في اي تواصل حصل، كأن اللي حصل كان متخطط له بشكل مرعب. ممكن يكون حصل عطل فني وحصل فقدان الاكسجين، والكابتن والركاب فقدوا الوعي، والطيارة كملت لوحدها في مسار مجهول. لكن السؤال الغريب، ازاي غيرت اتجاهها وليه راحت للمكان ده تحديدا؟ في ناس بتقول ان هي كانت تجربة عسكرية او تدخل غير معروف، بس اللي كله اجمع عليه ان هي حاجة مش مفهومة ومفيش دليل لأي حاجة. لكن الغموض اللي مخلي كل الاحتمالات مفتوحة ان لحد النهاردة مفيش اي اجابة نهائية او تفسير يوضح ايه اللي حصل بالظبط. 239 شخص اختفوا بدون أي أثر، وأسرهم لحد النهاردة لسه مستنيين الحقيقة، والعالم كله لحد النهاردة لسه بيسأل نفس السؤال، إيه اللي حصل بالظبط للرحلة رقم MH370؟ السؤال بقى، لو أنت راكب الطيارة دي وكل حاجة فجأة بقت غريبة، إيه أول حاجة هتفكر فيها وممكن تعملها؟ وهل تصدق إن الطيارة ممكن تختفي كده في العصر الحديث اللي إحنا فيه رغم كل التقدم والتكنولوجيا اللي إحنا وصلنا لها النهاردة؟ اكتب لنا رأيك، وافتكر دايما مش كل الحكايات ليها تفسير، واستنى الحلقة الجاية لأن اللي جاي أغرب بكتير. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك، شير، سبسكرايب. أشوفكم في حلقة جديدة. سلام.